السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. اليوم جيت غادي نوجد معكم ان شاء الله واحد البسيطلات كيجيو خفاف ظراف وكيجيو لذاذ، كيجيو غزالين من اروع ما يكون وبطريقه بسيطه ومقادير في المتناول الجميع. عندي القياس ديال 2 كيلو ديال الدجاج، عندي 2 بصلات كبار، قزبر ومعدنوس واللوز، عندي هنايا الخرقوم، سكينجبير والابزار واللوز اللي قلت لكم. ودابا غادي نمروا للطريقه. هنايا غناخذوا شي طنجره، هنايا غادي نوضع الزيت، زيت نباتيه، غندير القياس ديال الزيت هنا واحد 3 المعالق كبار اولا 4. وغادي ندير هذيك 2 بصلات كبار اللي قطعتهم على هذا الشكل، وغادي نحط طريفات ديال الدجاج. كيمكن لكم ديروا الصدر ولا يمكن لكم بحال اللي درت انا كاع، زعما تقدروا ديروا الدجاجه كامله، غير الصدر كيسهل عليكم من بعد باش كتجيو تفرتوا هذاك الدجاج كيجيكم سهل. هنايا درت قزبر ومعدنوس مقطع، كندير هذيك واحد 2 معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس مقطع. هنا عندي واحد المعلقه ديال الثومه مطحونه، انا سبق لي وحضرتها معاكم. وهنايا عندي معلقه ديال السمن، وهنايا عندي معلقه ديال سكينجبير. في هذا القياس كنديروا معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار، وعويده القرفه. صافي. وهنا كنسدو عليها الطنجره وكنخليوه كيتقلى. من بعد ما كيتقلى شويه كنحركوه باش يشرب لينا هاد الاقامه، كنحركوه مزيان، كنحركوه مزيان وكنعاودو نسدو عليه باش كيشرب لينا هذيك الاقامه. ومن بعد ما كيتقلى مزيان غادي تشوفوا معايا، غنقليو غنحركوه مزيان وغادي نسدو عليه وغادي نخليوه شويه كيتقلى، كيزيد يتقلى مزيان حتى كتنزل لينا ديك البصله. وهنايا غادي نمروا باش غادي ناخذوا الماء سخون وغادي نديروا فيه ديك الكميه ديال اللوز. هنايا انا عندي 250 غرام، وكيبقى اللوز على حسب القياس اللي بغيتو. وهنا كيمكن لكم تعوضوه حتى بالكاوكاو اولا الفول السوداني. هنا من بعد ما درتو في الماء سخون وخليته واحد 10 دقائق، هنا كنفسخ اللوز وكنديرو على شي ورق المطبخ باش هكا كينشف. ملي كنجي نقليه ما كيبقاش يطرطق ليا في الزيت. من بعد ما كنقيه كنولي نغسلو وكنصفيه وكنخليه كيف ما قلت لكم فوق شي ورق المطبخ هكا على هذا الشكل هذا حتى كينشف مزيان من الماء على ما نكمل التحضير ديال الدجاج. هنا من بعد ما تقلى مزيان هذاك الدجاج كيف ما كتشوفوا سدينا عليه حتى تقلى مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا الدجاج ها هو بدا كيطيب. ومن بعد ما كيطيب هنا قبل ما نسد الطنجره راني زدت واحد كاس صغير ديال الماء باش طاب ليا الدجاج وعاد سديت عليه. هنا من بعد ما طاب كنحيدو كنهزو داك الدجاج، كتبقى غير البصله. كنحيدو هاد الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا باش من بعد غادي نفرتوه وغادي نحيدو ليه هذيك العظيمات ديالو. كتبقى لينا هنا غير هاد البصله كيف كتشوفوا، كنخليوها كتغمر مزيان، كنبقاو نحركوها حتى كتوقف ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. كنسدو عليها وكنخليوها كتشرب، ضروري انها تشرب لينا هاد المريقه مزيان. وهنا كنزيدو هذاك القزبر ومعدنوس اللي كان بقى ليا، درت شويه في الاول وهنا خليت واحد الكميه حتى حيدت الدجاج ووليت درتها. وهنا كنعاود نسدو عليه عاوتاني وكنخليوه كيتشرب. مهم ان هذيك البصله ما يبقاش فيها الماء نهائيا، خصها تنشف
باش كتجينا سهله من بعد ما كنزيدوا ليها البيض، ما كتعذبناش، فما كتاخذش لينا الوقت بزاف. هي كيخصك ليها شويه د الوقت، ولكن ما كتعذبناش بحال الا خلينا الماء. هنا كندير معلقه كبيره ديال القرفه، وكنزيد نبقى نحرك حتى كتوقف ليا كيف ما قلت لكم هذيك البصيله ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. غنبقى انا غنستمر غنبقى نحركها حتى تنشف، وغادي تشوفوا معايا هنايا من بعد ما نشفات غادي ناخذ هاد 5 د البيضات اللي عندي، وهنايا عندي ماء الزهر. غادي نهرس هادوك البيضات وغادي نزيد ليهم هنايا ماء الزهر. من الاحسن كيعطي واحد لوغو زوين وكيحيد ديك الزفره د البيض. هنا زدت انا 2 معالق ديال ماء الزهر، شويه د القرفه، وكنخلط هذاك البيض اللي عندي مزيان. كنحاول نهرسو، ما نديروش هكاك مباشره فوق البصله. من بعد ما كنحركوه كنزيدو هنايا في هاد الطنجره، كنخوي البيض. كيف كتشوفوا راه ما بقاش الماء، راه وقفات ليا هذيك البصيله ما بقاش فيها الماء نهائيا، ما بقاش الماء. هنا كندير البيض اللي عندي، كنصب هذا البيض كامل وكنبقى نحرك. هنايا من بعد ما كنديروا البيض راه حنا ضروري اننا خصنا نبقاو نحركو حتى كيوقف لينا هذاك البيض، حتى كتوقف هذيك العقده ديال البيض والبصله كينشف تماما. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا واخا كيولي على هذا الشكل هذا، راه هو مازال ما نشف. غتشوفوا معايا في الاخر ملي غينشف كاع كيفاش غيولي الشكل ديالو. الا ما نشفش لكم هذاك البيض راه ما كيجيش زوين. راه ضروري انكم خصكم تبقاو تحركوا، ما ترصاوش من التحريك، وتخليو تاخذوا وقتكم باش حتى كينشف لكم مزيان هذيك البصله مع البيض وما كيبقاش فيها حس الماء. هنايا انا غنستمر غنبقى نحرك حتى غادي يوقف هذا البيض، وغادي تشوف معايا في الاخر النتيجه كيف غتكون. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما نشف ليا هذاك البيض مع كيصبح على هذا الشكل. هنا عندي الدجاج اللي نقيته من العظيمات، فرشته على هذا الشكل هذا ونقيناه من العظيمات. هنا كتردوا بالكم مزيان على يمشي يدوز لكم شي عظم ولا شي حاجه، كنقيوه على هذا الشكل. وهنايا كنولي نعاود نردو مع هذاك العقده ديال البيض مع البصله. وهنا كناخذ الزيت بارده وكنوضع فيها هذاك اللوز اللي عندي اللي خليته واحد شويه تا تنشف من الماء، ودرتو في الزيت بارده وكنخليوه كيطيب حتى كياخذ هذا اللون. ما نخليوش اكثر من هكا لانه كيرجع عليه اللون، ولا خليناه حتى تحمر في الزيت وحيدناه من بعد كيولي كيرجع عليه اللون وكيولي كحل ويقدر يمرر. هنايا من بعد ما تحمر ليا اللوز كنحيدو. هنا من بعد ما خليت هذاك اللوز حتى برد شويه، تيبرد ضروري تخليوه يبرد، كنطحنوه كنوضعوه هنايا في الهاشوار. كنديروه من الاحسن نديروه في الهاشوار باش ما يتنينش لينا مزيان، لاننا محتاجينه غير مهرمش شويه ماشي مطحون بزاف. هنا كنطحنو حتى كيصبح على هذا الشكل. هنايا راه ما مطحونش مزيان كيف ما كتشوفوا فيه حبيبات هكا ديال اللوز. هنا كنوضعوه في شي اناء وغادي نزيد عليه هنايا عندي معلقه د القرفه صغيره. عندي هنا كندير واحد 2 معالق كبار ديال ماء الزهر. وهنايا عندي سكر كلاصي، هنا درت 3 د المعالق بالنسبه ل 250 غرام صافي. وكنخلطوه حتى كيصبح على هذا الشكل هذا، كنخلطوه مزيان. وهنا كنمرو كناخذوا الورقه من بعد ما وجدنا الدجاج ووجدنا اللوز، كناخذوا الورقه د البسطيله. هي من الاحسن انكم لقيتوا الورقه د البخار، الورقه اللي تكون مزيانه. هنا كنوضعوا واحد المعلقه كبيره ديال اللوز، بالنسبه انا غنديرهم ميني بسطيلات بحال هكا صغار. وكندير واحد الكميه ديال الدجاج مع البيض على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا كديروا، كنضغطوا بشي معلقه. وهنايا كنبداو نجمعوا، كناخذوا الاطراف ديال الورقه ديالنا كنجمعوها على هذا الشكل هذا صافي. وكنديروا بحال شي كموشه وكندوروا على هذا الشكل. ومن الاحسن انها تكون الورقه كيف ما قلت لكم
مزيانه، من الاحسن تكون د البخار باش كتعطيكم النتيجه احسن. وكنجمعوا على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. وهنا كناخذ اما بياض البيض اولا شويه ديال الدقيق مع الماء غير باش كتثبت لينا هاد الورقه، وصافي. وكنقادوها على هذا الشكل هذا، وكتجي على هذا الشكل، تيجي الشكل ديالها جميل. هنايا بالنسبه لهاد الطريقه. وراه كاينين طرق بزاف باش كيفاش تقدروا ديروا هاد البسيطلات هادو. كاين اللي كيديرهم مربعين هكا مدورين على شكل الوريده كيف ما كتشوفوا معايا دابا. وهنايا غادي نزيد مازال معكم واحده اخرى هكا باش تشوفوا اكثر. هنا كنوضع اللوز، كنوضع عاوتاني واحد 2 معالق عامرين ديال الدجاج، وكنثبتهم بشي معلقه اولا كاس كنبان لي حتى كيتقاد. كنحاول نثبت مزيان هذاك الدجاج على اللوز، وكنجمع الاطراف عاوتاني كيف ما شفتوا معايا في الاول. كنجمع على شكل ديال كموسه وكندور، وكنقادوها على هذا الشكل هذا. كنقادو هذوك الجنيبات باش كتجينا على شكل وريضه صافي. وهنايا كيف ما قلت لكم اما عندنا بياض البيض اولا شويه ديال الماء والدقيق صافي، وكنقادو ليها الاطراف وكتجي على هذا الشكل هذا صافي. وهنا كنستمر انايا كنزيد نعمر عاوتاني الحبات اللي عندي ديال البسيطلات. انا درت هذا الشكل هذا كنثبتو بشي كاس كيف ما قلت لكم اللوز، ومن بعد كنزيدو الدجاج حتى هو كنثبتو هكا باش كتعطينا كيجي الشكل ديالها متساوي، ماشي غير كنحطوه وكنلويو صافي. كنستمر على هذا الشكل كنثبت مزيان وكنجمع الاطراف. انا كنزيد نعاود معكم حبه واحده اخرى باش توصل لكم الفكره. تبارك الله راه كلشي كيعرف، حنايا كنشارك معكم طريقتي وصافي. وهنا كنعاود ندور على هذا الشكل هذا صافي. كنقاد الاطراف كيف ما شفتوا معايا في الاول، سهله زعما في المتناول ديال الجميع، اي واحد يمكن ليه يصايب هاد البسيطلات. كيف ما كاينين طرق كثيره كيف ما قلت لكم باش تشكلوا تقدروا ديروهم هكاك بسيطلات اللي مدورين عاديين بلا ما انكم ديروا على هذا الشكل دوريده. كاينين طرق بزاف، المهم هي الحشو. وكتبقى زعما الطريقه ولا الشكل اللي بغيتو نتوما كتحكموا فيه، كديروا الشكل اللي بغيتو على هكا شكل تقليديه اللي مدورين هكا صغار، اولا كما قلت لكم كديروا بسطيله هكا كبيره وحده. راها باينه الفكره. كتوضعوا حتى هي اللوز نفس الطريقه غير هي كتكون كبيره، ماشي بحال هكا اللي كنديرهم صغار فرديين هادو في رمضان. فهادو كيمكن لينا اننا كنحتفظوا بهم في المجمد، فهما كيبقاو مده طويله الوقت اللي بغيناهم كنجبدوهم كندخلوهم الفران وها هما واجدين صافي. انا هنايا غنستمر حتى غنكمل كاع الحبات اللي عندي ديال البسيطلات اللي شفتوا معايا، وغادي نرجع معكم باش غادي تشوفوا الشكل النهائي. انايا من بعد ما كملت البسيطلات اللي عندي كيف كتشوفوا جاو على هذا الشكل. صراحه كيجي الشكل ديالهم جميل وكيجيو غزالين، وتا الحشو راه كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيجيو كيحمقوا. هنايا ها هما واجدين. الوقت اللي كتبغيوهم راه كتدخلوهم للفرن وها هما واجدين، كدهنوهم بشويه الزبده وكتدخلوهم للفرن وها هما واجدين. انا هنايا كنكتفي بهذا القدر، وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد البسيطلات هادو وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم انا اكيده. وبصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.